قام فريق الجيش الملكي لكرة القدم بالاعتراض رسميا على مشاركة أحمد السيد لاعب فيوتشر المصري خلال المواجهة التي جمعت الفريقين برسم الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية، مطالبا بتطبيق الكاف لمقتضيات القانون في المباراة التي خسر أبناء العاصمة بنتيجة 2-0. عبر الدولي المغربي عز الدين ناحي لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي عن خيبة أمله بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة المغرب والبرازيل، والتي ستغيبه إلى غاية نهاية الموسم الجاري، وأظهرت الأشعة وجود كسر على مستوى أصبع القدم ما يتطلب إجراء عملية جراحية. اعتبر مدافع الرجاء الرياضي مروان الهدودي الفوز خلال مواجهة سيمبا التنزاني أمرا مهما رغم حسم التأهل للدور الموالي من عصبة الأبطال، مؤكدا دوره في منح دفعة معنوية للفريق قبل مواجهة الديربي أمام الوداد الرياضي، كما أكد أن بقية اللاعبين يشتغلون بجد للفوز بالكأس الإفريقية، معتبرا نسخة هذا الموسم فرصة ملائمة للظفر باللقب، في إشارة لجاهزية الفريق التامة للمنافسة. غاب الدولي المغربي يوسف نصيري عن تدريب فريقه إشبيليا الإسبانية اليوم الخميس استعدادا لملاقاة قادش لحساب الجولة 27 من الدوري بسبب أدائه لفريضة الصيام، في حين شهدت القائمة حضور الحارس ياسين بونو العائد للتمارين بعد مشاركته في وديتي البرازيل والبيرو رفقة المنتخب الوطني.